محل أنا بالعالم. بس هيك في كم شغلة أنا آه، أوكي. في شي هيك أنا زعجني كتير، حاب أنا أطلع فيه أحكي عنه. أول شي كتير 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 عم يزعجني موضوع إنه إحنا كيف عم نطرح الشامي إعلاميا على إنه هو مواد للتقييم. يعني بنكون نحن بقناة إعلامية معينة، فأنا بدي أطلع ترند، بدي حلقتي تبين. بقوم شو بعمل؟ بسأل الضيف عن الشامي. بيكون الضيف مثلا اسمه حماد بلبن، بغض النظر عن الأسماء. فإذا كيف عم يتحول موضوع الشامي إلى مادة للتقييم بكل اللقاءات، وبيجيني فلان وعلان ليقيم. لا بس والله هلأ هو متراجع، لأنه كان يجيب مليار و100 مليون، هلأ عم بيجيب مليار بس بالسنة. وينكم انتو؟ انه انتو يعني فهمت شو قصدي؟ انه عم بتقارن وتقيم نجاح الشامي على اساس اول شي انت مين، تاني شي على اساس شو. فانه تاني شي انا نفسي افهم خيانة مين طلعني، مين طلعني الفلان الفلاني، ولا الشيخ مدري مين دعمني، ولا الفلان الشركة الفلانية، ولا أنا مين طلع. يعني أنا صراحة أنا ضهت قد ما بيطلع عالم على السوشيال ميديا بيقولوا لك أنا طلعت الشامي، يورني جمالك أنت ولا. ف كتر هالعبثية اللي موجودة حول اسم الشامي مش منطقية. بعدين شو بسموها، شو هالمؤامرة اللي عم تعملوها؟ هعملها مؤامرة. شو هالمؤامرة تبع انه جمهور الشامي لعمر معين؟ شو اللي عمر معين تخبرني انت؟ يعني انا انسان الحمد لله رب العالمين، الله يديم النعم. اول شي شخصيتي لا تتناسب اني اتخاطب فقط مع الاطفال، هاي اول شغلة. الشغلة الثانية موسيقتي انتو بتعانوا انه ما بتنفهم لانه تقيلة، بس الاطفال عم يفهموها، بس انتو ما عم تفهموها. معناتها الأطفال أذكى منكن ولا انتو كيفكن؟ طمنوني عنكن. بعدين فجأة بتظهر وحدة يعني